جربت تصطاد سمك بلطي بالعجينه وما لقيتش سمك، يبقى انت نسيت تزفر. في الفيديو ده هقول لك ازاي تزفر للدور اللي هتشتغل فيه بالعجينه لسمك البلطي. يلا بينا. انا خالد الغندور، ودي قناتكم قناه قلب صياد، المرجع الاول لكل اسرار صيد السمك، العذب والمالح. بالنسبه لاصدقائنا اللي احيانا بيحسوا ان الفيديوهات بتكون مدتها الزمنيه احيانا طويله شويه، بس ده بيكون ناتج على ان انا بكلم اصدقائنا المبتدئين وببقى حابب اوصل لهم كل المعلومات. لكن لو حضرتك من الهواة المحترفين القدام، وبتبقى عايز بس طريقه الحاجه او نقطه معينه في الفيديو، فهتلاقي في صندوق وصف الفيديو فواصل زمنيه بالتوقيت بتاعها بتقول الجزء الفلاني بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه، فتقدر تخش بس على الجزء اللي حضرتك محتاجه، وساعتها مش هتحس بالملل وانت بتتفرج على الفيديو. اما لو انت حابب تحصل على المعلومات كامله، فتقدر تكمل معايا الفيديو للنهايه، لان المعلومات بتبقى متوزعه طول الفيديو. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن العجينه اللي هنصطاد بيها اللي هنحطها على السن، والفيديو بتاعها هتلاقوه موجود في صندوق وصف الفيديو، وهتلاقوه نازل على شاشه النهايه تقدروا تشوفوه. واحنا اتكلمنا فيه عن السر اللي بيخلي العجينه مطاطيه ومتماسكه وما بتلزقش في ايدك وبتجيب سمك ان شاء الله. تقدروا تتابعوه. موضوعنا النهارده عن تسفير الدور للصيد بالعجينه. عجينه التسفير اللي احنا هنعملها، فحابب اقول لاصدقائنا المبتدئين يعني ايه تسفير. تسفير هو ان السمك بيكون منتشر قدامك في الميه في اماكن متعدده، ما بيكونش ماشي في اسراب كبيره. فعشان كده انت بتحاول تجمعه من الاماكن اللي هو موجود فيها، يجي عندك في الدور اللي انت واقف بتصطاد فيه ويتجمع تحتيك. الطرق دي اللي احنا بنجيبه بيها، بنجيبه بحاجه جاذبه ليه، انها تكون حاجه ليها ريحه، وانها تكون جزء من المكون اللي انت بتصطاد بيه، ده بيكون احسن. بس في نفس الوقت ما بدلوش منه كميه كبيره عشان ما يحسش بالشبع. فده اللي احنا بنعمله في العجينه بتاعتنا النهارده، يتوفر فيها الصفات دي. ليها ريحه عشان تجذبه من بعيد، بتدوب في الميه عشان تبقى ناعمه جدا فهو ما ياكلش كميات كبيره منها. عشان كده في الفيديو بتاع النهارده احنا مش بنستعمل زي بعض الاصدقاء ان هو بيرمي علف مثلا في الدور، بيرمي عليقه اللي هي بنستخدمها لاكل الدواجن والحاجات دي. الحاجات دي بتبقى خشنه جدا ومكوناتها كبيره، فاعتقد السمك لو كل منها كميه من اللي احنا بننشرها في الميه فهو هيكون شبعان ومش هيخش على الطعميه بتاعتي الا نادرا. فده اللي انا لاحظته. فعشان كده انا دايما وانا بقول لحضرتك الحاجه انا بعمل كده ليه، وبوصل لك السبب بتاعها. فده بيكون مقنع وبيعرفك انا ليه بعمل كده. مش باجي اقول لحضرتك مثلا انا بعمل كذا وخلاص، لا، بقول لك الاسباب عشان انت كمان تكون فاهم انت بتعمل كده ليه وتقدر تسوق. زي ما اكون بعلمك السواقه، لكن انت لما هتركب بقى اي عربيه هتبتدي تسوق اللي انت عايزه. فده اللي انا بيبقى هدفي من توصيل المعلومه. كده اصدقائنا المبتدئين عرفوا يعني ايه احنا هنزفر. تمام. هنزفر، يبقى انا خلاص المكون اللي انا هبتدي ارميه في الميه ده عشان اجمع السمك ويكون له ريحه جاذبه، وفي نفس الوقت يكون من نفس الشيء اللي انا بصطاد منه. في نقطه تانية، انت واقف على الدور بتاعك بتصطاد وشايف تيار الميه ماشي كده جاي من اليمين رايح للشمال مثلا، او جاي من الشمال رايح لليمين، لازم احدد اتجاه الميه وسرعه التيار بتاعها. عشان انا لو انا جيت مسكت قطعه العجينه اللي انا هزفر بيها ورميتها قدامي دلوقتي، على ما توصل للارض تحت قدامي هتكون التيار خدها يمين. لو هو جاي من الشمال هيكون خدها يمين وبعدها عني، فانا كده هبقى كاني ما زفرتش. لكن انا اشوف التيار عامل ازاي وابتدي، انا التيار جاي من الشمال ومعايا قطعه العجين هحدفها في الناحيه الشمال دي شويه على بعد مترين مثلا او متر ونص على حسب سرعه التيار اللي قدامك، عشان على ما هي تمشي مع الميه تيجي تستقر، وهي عماله تنزل تيجي تستقر هنا قدامي. فاذا وانت بتزفر خد بالك من موضوع تيار الميه ده وسرعته عامل ازاي. اما لو انت بتصطاد في اماكن منغلقه زي البحيرات المقفوله، زي بحيره قارون او وادي الريان او اي بحيرات مقفوله ما فيش تيار ميه ماشي فيها، خلاص ارمي قدامك وزفر قدامك. تمام كده. طيب نبتدي بقى نتنقل للنقطه اللي بعد كده. لو مهتم بالصيد واسراره،
يا ريت تتابع القناه وتدوس سبسكرايب وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وانا دايما هكون حريص زي الفيديوهات اللي فاتت ان يكون كل فيديو فيه معلومه بتوصل لحضرتك، سواء كنت مبتدئ او محترف. محترف بتراجع معايا المعلومه اللي عندك وجايز يكون في اضافه جديده. مبتدئ يبقى انا ماشي معاك واحده واحده لحد ما اخليك احسن صياد في الدنيا، سواء كنت بتصطاد عزب او مالح. دلوقتي هنعمل مع بعض العجينه بتاعت الزفر اللي هتزفر بيها طول ما انت شغال بالعجينه الثانيه اللي احنا عملناها الطعم بتاعنا. المكونات بتاعتنا: كوبايه دقيق ذره، مش دقيق قمح، كوبايه دقيق ذره. وهنحط عليها تقريبا ربع كوبايه دقيق قمح. وهنحط عليهم معلقه كبيره نشا. وهنحط عليهم كيس فانيليا برضو. هنا ما حطيناش لا بيض ولا زيت، واستعملنا دقيق ذره الاساسي بتاعه، دقيق ذره. ونقلب الخليط كويس. وهبتدي احط شويات من الميه السخنه، ميه سخنه. حاسب تلسع ايدك طبعا وانت بتعمل. احط شويات صغيره عشان ما تزيدش معاك وتلاقي نفسك بقيت محتاج ترجع تحط دقيق تاني. العجينه هتلاقيها بتبتدي تفلفل معاك على طول اهو. هنزود تاني برضو الميه شويات. ميه سخنه خدوا بالكم. دي العجينه اللي احنا هنستعملها لتزفير الدور واحنا شغالين. كل شويه وانت شغال تلاقي السمكه منعت شويه، تروح عامل كوره منهم كده صغيره وحادفها مكان ما انت بترمي. وطبعا قبل ما بتشتغل في الدور خالص بتعمل لك كورتين 3 كده وتبتدي ترميهم في المكان اللي انت هتشتغل فيه. فيستحب طبعا دي انها تكون كميتها اكتر من الكميه الثانيه اللي انت بتصطاد بيها. يعني لو عايز تعمل كوبايتين اعمل كوبايتين، هتضاعف الكميه اللي احنا حطيناها. محتاج شويه ميه صغيره كمان. لقيت نفسك حطيت ميه زياده والدنيا بقت الميه العجينه خلاص سايحه خالص معاك، تبتدي ممكن تزود تاني شويه دقيق ذره او دقيق قمح شويه صغيرين كده يعني. مش عايز اضيع وقتكم وانا بعجنها، فهبقى اشيل الجزء ده عشان ما اطولش الفيديو عليكم. نفس الموضوع في العجينه دي. بعد ما اتحولت لعجينه كده هبتدي ادخلها التلاجة برضو 5 دقايق. اهي هندخلها التلاجة 5 دقايق ونرجع نكمل. رجعت لكم تاني وجبنا العجينه اللي كنا حاطينها في التلاجة اللي هي بتاعت الزفر اهي. هنطلع العجينه بتاعتنا اهي بره، وعلى اي حاجه حته خشبه او فلانشه من اللي بنشتغل عليها في المطبخ، ونبتدي نعجنها كويس جدا.
لاحظتوا ان احنا العجينه دي حطينا لها ميه، لان انا عايز العجينه دي لما تنزل الميه تبوش وتتحرك عشان تنتشر في الميه وتبتدي السمك يتجمع عليها. انا مش محتاج انها تكون ثابته، عشان كده هنا دخل في المكونات ميه. وحطينا دقيق ذره مش دقيق عادي في المكونات بتاعتها، عشان انتوا عارفين خصائص دقيق الذره ان هو فيه بيبقى خشن شويه عن الدقيق التاني اللي هو بتاع القمح، وده بيخليه عامل حبيبات هتجري في الميه وهتنتشر وهتزفر لي الدور كله، مش هيبقى في مكان حته العجينه بس اللي انا رميتها كده، لا دي بعد شويه خلاص هتبوش في الميه وهتنتشر. كمان في نوع تاني من العجينه هعمل لكم فيديو تاني ليه، هيكون مفيد جدا برضو. تابعوا القناه عشان تشوفوا الفيديو التاني لما ينزل. انا هنزل لكم كل الفيديوهات الخاصه بالعجين وبيتعمل لايه. هنعمل عجينه للسمك القراميط والبياض، وهنعمل عجينه للبوري، هنعمل عجينه لسمك القاروص. الحاجات دي كلها كل نوع سمك وهو له تفضيلات معينه في العجينه بتاعته وله خصائص معينه في العجينه، هنعملها في مجموعه الفيديوهات اللي هي خاصه بعجين الصيد كله. فعشان كده تابع معايا القناه باستمرار، واشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل الانواع دي، ويبقى عندك مرجع كامل ليها تقدر تستعمل النوع اللي يعجبك. ولما تستعمله وينجح معاك اتمنى ان انت تكتب لي في التعليقات رايك وتجربتك كانت عامله ازاي ان شاء الله باذن الله. شايفين طول ما احنا بنتكلم انا عمال اعجن في العجينه لحد ما اتحولت انها بقت عجينه زي الاولانيه، ولكن خصائصها مختلفه. اهي بقت جاهزه معايا. نفس الطريقه هحطها معايا في كيس بلاستيك وابتدي اخد منها اجزاء وابتدي ارميها في الدور بتاعي. اول ما اوصل الدور ابتدي ارمي، مرميش بعيد قوي لان انا مش هروح اصطاد بعيد قوي، انا ارمي حوالين المكان اللي انا هصطاد بيه بس، وهتبقى موجوده معاك طول فتره الصيد بتاعتك. يبقى احنا عرفنا النهارده نراجع مع بعض، عرفنا ان سر العجينه الاولانيه اللي احنا هنصطاد بيها هو ماده الجيلاتين، وعرفنا ازاي بنعملها. ارجع تاني للفيديو وراجع كل حاجه بدقه عشان تعملها بنفس الخطوات وتطلع معاك ناجحه ان شاء الله. انا كل اللي يهمني ان انا اخليك صياد نمره واحد، سواء كنت بتصطاد عذب او مالح، وتحقق نجاح في الصيد بتاعك. ده هيفرحني. وصور لي السمك اللي انت طلعته وابعت لي فيديو ليه، وانا هنشره لكل اصدقائنا واوريهم صديقنا فلان لما اصطاد بالعجينه عمل ايه. ودي العجينه بتاعت التزفير موجوده معاك اهي، تقدر تعمل الكميه اللي انت حابب انك تشتغل بيها، وهتحطها في كيس بلاستيك وبرضه هتحطها جنب ازازه التلج. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هيكون فيديو مهم برضه عن طريقه عجينه تانية، واحتمال تكون برضه للبولتي. وبعدها هناخد باقي الاسماك واحده واحده. لو استفدت من الفيديو يا ريت تدعمني باللايك وبالشير للاصدقاء بتوعك عشان يستفادوا بالمعلومات اللي كانت موجوده في الفيديو. ان شاء الله منتظر اشتراكك في القناه، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. الى اللقاء.